لما ابني ابتدى يكبر وجي يتكلم معايا كان الرد البديهي حبيبي بابا هناك روح له. في اسر كتير فيش ماما، يعني لو هي بنت ما فيش ماما، لو هو ولد فيش بابا، هنروح لمين ونضمن ازاي انه مش بيستغله او بيستغلها؟ طيب طبعا اكيد دي دايلما او موضوع صعب ان احنا نتكلم فيه، بس عايزه اقول دايما لما حتى بيجيلي عائلات فقدت الاب او الام، اول حاجه بقولها للام او الاب: دور على ام او اب بديل من والعيال صغيره. يعني حتى لو مش في وقت المراهقة، احنا عامة اول ما بفقد الشخص بدور على البديل بتاعه، في خالة، في عمة، في جارة، في صاحبة امه، في صاحبة باباه. لازم يبقى الشخص ده بينمو، لان هو مش بس محتاجه في المراهقة، هو محتاج هذا الفجر علشان بيساعد على نمو اجزاء فيه، لو هو بنت او لو هو ولد. لو ما حصلش ان احنا لقينا هذا الشخص البديل، انا طبعا بدور على اكتر. المدرسة اوريدي بتشرح الحاجات دي، يعني خلينا نقول انه في المنهج في جزء. انا ممكن ادور على حاجات، فيديوهات بسيطة. يعني في ناس كتير قوي بتكلم المراهق شخصيا عن المرحلة وعن اللي بيحصل، فممكن اساعده او اساعدها تتفرج على راجل او ست حسب ولد او بنت. فكأني بستخدم حاجات علمية، يعني حاجات صغيرة، وفي كتير قوي على السوشيال ميديا يعني ناس محترمة بتتكلم في المجال ده. بس اوقات هيبقى عندي وهعتمد. اسئله او محتاجه يبقى في حد بياخد ويدي يناقشني فيما يخصني انا كمراهق. صح، أنا معاكي، لكن لازال أنا بشتغل باللي معايا. لو أنا كنت ابتديت بدري ولقيت أم أو أب بديل حلو وخير، ما لقيتش هستخدم ده، وهستخدم أقرب حد في العيلة. يعني ساعات ما بيبقاش الخالة والعم، بس تبقى بنت العمة، بنت الخال. يعني قصدي عايزة أقول أكيد، يعني من خبرتي في دايما حد بشوف كويس. هو قريب من ابن عمه، هو مش عارف إيه، فأنا بطلب من أكتر حد شكله هو اللي يتكلم معايا في الحاجات دي. بس طبعا أنا ينفع استخدم الحاجات العلمية اللي موجودة، لأنه برضو أنا محتاجة أعلمه عن الحتة دي، طبعا. وده مفيد. ومش أكيد إحنا دايما عندنا أحسن الوحشين، فهو ده صح. أحسن الوحش في الحالة دي.